من أشهر الجرائم المصرية اللي وقعت هذه السنة والمعروفة باسم جريمة الطبيب الساحل، حيت طرات في واحد البلاصة كيقولوا ليها الساحل. هاد الجريمة ما لقاو ليها حتى سبب من غير الغيرة والحسد والطمع. يوم 8 أكتوبر 2023 وتحديدا هذا الأسبوع تم الحكم النهائي فيها على المجرمين بالإعدام. عمل فيك ايه؟ عمره ما غلط غلط. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ولكن شنو تفاصيل هذه القضية بالضبط؟ الجريمة كتدور أحداثها حول واحد الشاب سميتو أسامة، عنده 30 سنة، طبيب في تخصص العظام وكيزاول المهنة ديالو في أحد المراكز. أسامة كان عنده صديق طفولة واللي سميتو أحمد الملقب بشحتة، طبيب معروف أيضا واللي كان فايت أسامة من الناحية المادية حيت كان عنده أكثر من عيادة في هذا التخصص، وواحدة منهم داخل فيها شريك مع أسامة. الضحية كان ما كيخبي على صاحبه وشريكه حتى حاجة، وكان حلمه يفتح مركز ديالو في تخصص العظام. وفي واحد النهار جا فرحان عند صاحبه أحمد وقال ليه أخيرا حلمي غادي يتحقق، حيت امي مشات للعمرة ودازت عند خويا اللي عايش في السعودية وناقشت معاه فكرة المشروع ديالي واقتنع وقرر يمولني ماديا. ويا ريت خبى هذا الخبر، حيت هذا الشيء خلى العينين ديال صاحبه يتحلوا ويغويه الطمع، وقال عند بالو هاد العائلة باينة عندهم شلابوك وفلوس، وطاحت عليه فكرة شيطانية ما عقل فيها لا على صحبة ولا على شركة. أحمد كانت عنده عشيقة سميتها إيمان محامية، وكان عنده ممرض مساعد ديالو في العيادة. جمعهم وناقش معهم خطة باش يخطفوا صاحبه أسامة ويبتزوا عائلته باش يصافطوا لهم الفلوس. والمبرر اللي عطاهم هو مادام أسامة قال ليه خو غيعطيه باش يفتح مركز إلا وراه عندهم بزاف ديال الفلوس. إيمان وافقات حيت كان كيطمعها بالزواج، وهذا الشيء غيخليه يفك أزمة مالية ديالو ويتزوجوا عما قريب. أما الممرض فغواه بالفلوس بكل بساطة. ومن بعد تخطيط مطول حفروا حفرة في العيادة اللي شارك فيها الضحية مع صاحبه، وكراو دار وطلبوا من إيمان عشيقة أحمد شحتة تعيط على أسامة وطلب منه يجي للدار يشوف أمها اللي مريضة بزاف باش يدوز ليها. المسكين على نيته مشى، ومن تما ما بقاش بان ليه الأثر حتى جات امه من العمرة وبلغت على الاختفاء ديالو. وهذا الشيء خلى البوليس يتوجهوا لمكان العيادة، وتم شموا ريحة خايبة. وفاش فرعوا الباب لقاو أحمد قال بلي ديك الحفرة دايرها باش يدفن فيها الأدوية البيريمي، ولكن من بعد تحقيق مطول اعترفوا بالجريمة، خصوصا فاش واجهوهم بكاميرات المراقبة اللي شدتهم مخرجين الطبيب على كرسي متحرك من الدار اللي داروا فيها جريمتهم وهو فاقد للوعي أو ميت، وداوه للعيادة. الطب الشرعي كيأكد أن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من المخدرات، وهذا الشيء كيدل على أنهم عطاوه مواد مخدرة أكثر من القياس. ولكن الغريب في الأمر أنهم في جلسة المحاكمة نكروا اعترافاتهم واستمروا بالإنكار لغاية النطق عليهم بحكم الإعدام. بالرغم من أن أحمد شحتة كان عنده بزاف ديال العيادات، إلا وأنه حسد صاحبه على المركز المتخصص في العظام اللي كان ناوي يفتح، وغالبا حسدوا حتى على حب الناس ليه حيث كان إنسان طيب وخدوم ومحبوب الله يرحمه. هذه القضية حركت الرأي العام في مصر والعالم العربي، حيث أحداثها كتبين أنه مع الأسف كاين شي فئة واخا يوصل بهم الوعي والعلم لآخر الدرجات، إلا وأنه سواد قلوبهم ما عندوش الحل. ما ترددوش ديروا ابوني جيم بارطاج اي كومونتير، هادشي كيدعمني بزاف باش نستمر في هذا المحتوى. كانت معكم فويس ليك، شخصية اصطناعية مع صوت حقيقي. دمتم في رعاية الله.